السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ومعاكم الصيدلي احمد فوده، والنهارده موضوعنا هيكون عن انتي كانسر دراج، دواء جديد بيعالج السرطان. هنتكلم عن دواء لسه نازل مصر جديد بيستخدم لعلاج سرطان الثدي بريست كانسر، اسمه تالزنا. تالزنا بيحتوي على ماده التلازوباريب اللي بتشتغل كبي اي ار بي انهبيتور، بولي اي دي بي رايبوز بوليميريز انهبيتور. البي اي ار بي مسؤول انه يعمل دي ان اي ريبير، وده هيكون كويس طبعا بالنسبه للنورمال سيلز، ان انا اصلح الدمج اللي بيحصل في الدي ان اي. لكن في حاله الكانسر سيلز طبعا انا محتاج امنع الدي ان اي ريبير عشان اسمح لحدوث عمليه ابوبتوزيس للكانسر سيلز، الخلايا السرطانيه. هنعمل انهبيشن للبي ار بي. في الحقيقه التالزنا مش اول دواء ينزل مصر بيحتوي على ماده البي ار بي، سبقوا قبل كده دواء الليمبرازا اللي بيحتوي على ماده الاولاباريب. وخليها قاعده بالنسبه لك، كل المواد الفعاله اللي بتنتهي بالمقطع باريب تشتغل كبي اي ار بي انهبيتور. التالزنا متوفر بتركيزين، تركيز الواحد مللي جرام وتركيزه ربع مللي جرام، وتقريبا بسعر 82,000 جنيه مصري لتركيز الواحد مللي جرام، وجرعته بتكون قرص مره واحده يوميا. طبعا التلازوباريب ليه بعض الاثار الجانبيه، اهمهم هيماتوتوكسيسيتي والنوزيا وفوميتنج. كده نبقى خلصنا موضوع النهارده وفهمنا ميكانيزم جديد للادويه المستخدمه في علاج السرطان. خلينا افكرك تاني بانك تعمل فولو للصفحه وتتابع معانا الاسئله اللي بننزلها والادويه الجديده اللي لازم تكون على علم بيها.